يعني حر وكمان دبان. يا مساء الفل على عيونكم احلى متابعين في الدنيا، معاكم دعاء رمضان بنت لاستر، وهتقول لكم ازاي هتخلصوا من هش وبش بتاع الدبان. ولا وكمان بايه؟ برشه واحده لمده 3 ايام هتتخلصوا من الذباب نهائي. هو ده بقى اللي هيخلصك من الذباب. لا ومش بس كده، ذباب وناموس، ذباب وبعوض. تمام. هنعمل ايه يا ست الكل؟ هنرج الازازه دي كويس جدا جدا، وهنرش حوالين البيبان، حوالين الشبابيك، حوالين السلك. ده بالنسبه للذباب. الرشه الواحده دي هتقعد معاكي 3 ايام متواصل. بالنسبه للذباب، بالنسبه للناموس او البعوض هنرش رشه كل يوم قبل النوم بساعه، ونقفل الغرفه. هو آمن جدا من غير ريحة ومن غير ضرر، ما تقلقيش. هو آمن جدا جدا من غير ريحة ومن غير ضرر، مفيش أي ضرر على أي حد. يعني لو حتى عندك قطة أي حاجة ابنك بيزحف، هو آمن فوق ما تتخيلي. آمن ما تقلقيش منه. رشي زي ما قلتلك حوالين البيبان، حوالين الشبابيك، حوالين السلك، عشان تمنعي دخول الذباب جوه البيت. طب اللي جوه هيموت؟ هيموت. طب هستخدمه للناموس يومي زي ما قلت لحضرتك، وهو آمن جدا جدا جدا. ما تقلقيش من الحتة دي. الرشة الواحدة للذباب 3 ايام، وللناموس يومي. ما تنسوش ان احنا عندنا منتجات كتيرة في شركة لاستر هنتكلم فيها عن كل منتج باستفاضة كاملة جدا. وما تنسوش ان احنا عندنا منتجات كتير جدا في شركة لاستر هنتكلم عن كل منتج باستفاضة في كل حلقة جاية من الحلقات الجاية. واوعوا تنسوا ان كانت معاكم دعاء رمضان بنت لاستر.